السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا جميعا بألف خير. بإذن الله هنشتغل النهاردة مع بعض على تاب التايمينج وهنشتغل مع بعض على التايم لاين، الشريط الزمني اللي موجود أسفل مساحة العمل اللي هي الستيج، زائد هنشتغل على إن شاء الله مجموعة العناصر الموجودة داخل الأوبجكت. نبتدي كده ونسمي الله. هنتفق مع بعض ان تاب التايمينج شكله للسلايد بيختلف عن شكله لأي اوبجكت موجود عندي على الستيج، على مساحة العمل. تاب التايمينج انا دلوقتي واقفة محددة السلايد ككل، يعني انا واقفة على السلايد رقم 1، انا مش محددة اي اوبجكت موجود عندي على الستيج، على مساحة العمل. ده شكل ده شكل تاب التايمينج. يعني ايه اوبجكت ويعني ايه ستيج؟ نراجع عليها تاني. انا قلت ان دي الستيج، دي اللي هي مساحة العمل، ده الجزء اللي انا بصمم فيه البروجكت بتاعي. اي حاجة انا بنزلها على الستيج دي، على مساحة العمل دي، اسمها اوبجكت، اسمها عنصر. يعني بالنسبة لي التكست ده اللي انا منزلاه يعتبر اوبجكت، بالنسبة لي الباتون دوت يعتبر اوبجكت، الايمج الصورة تعتبر اوبجكت، الفيديو، الايديو، الشيب، اي حاجة انا منزلاها على الستيج على مساحة العمل تعتبر معايا اوبجكت. هأطلق عليها مسمى الاوبجكت اللي هو العنصر. تمام كده. طب انا دلوقتي محدده اوبجكت جوه الستيج نفسها، فده شكل تيبل تايمينج معايا. شكل تيبل تايمينج، التايمينج لاي اوبجكت مقسم لثلاث حاجات: للتايمينج، للتوقيت، للافكت لو عايزه اعمل اي تاثير، وعندي الترانزيشن لو عايزه اعمل اي انتقال للاوبجكت ده. طب انا هضغط كليكايه واحده بس على السلايد الموجودة فيه الجزء الخاص بالفيلم ستريب، اللي هي الجزء الخاص بالشرايح. ده كده الجزء الخاص بمجموعة الشرايح اللي انا نزلتها، مجموعة السلايدات اللي انا نزلتها. فانا بضغط كليكاية واحدة بس بره. ده شكل ده شكل التايمينج، ده شكل تاب التايمينج بالنسبة للسلايد. فيهم حاجتين اتنين بس: الديوريشن اللي هي المدة الزمنية، والترانزيشن اللي هو الانتقال. تعالوا بقى نفهم مع بعض الأول الجزء الخاص بالسلايد. تابل تايمينج للسلايد بيبقى فيه حاجتين: سلايد ديوريشن، دي المدة الزمنية اللي المفروض السلايد، مدة عرض السلايد دي. احنا متفقين ان احنا بيتم عرض في الطبيعي خالص، في الطبيعي بيتم عرض السلايد رقم 1، بعد كده ينتقل لسلايد رقم 2 ل3 ل4. مدة عرض بقى السلايد دي تكون قد ايه؟ الافتراضي بتاع البرنامج بيحطها 3 ثواني، بيحطها 3 ثواني، زائد ان التايم جوه البرنامج بيحسبه بالثواني مش بيحسبه بالدقايق. يعني اي حاجة انا هكتبها الرقم ده معناه 3 ثواني 4 ثواني. طب مدة عرض السلايد نفسها بتبقى 3 ثواني، ده الطبيعي. ممكن اقف عليها وابتدي ان انا اغيرها، ازود الثواني دي او اقللها. دي مدة عرض السلايد. طب الترانزيشن، الانتقال، يعني انا لما اجي اعرض السلايد دي وانتقل من السلايد دي للسلايد التانية، ايه الحركة اللي تظهر بيها؟ ايه الشكل المناسب اللي انت حابة ان السلايد دي تظهر بيه؟ نبتدي نجرب مجموعة الترانزيشن دي، مجموعة الانتقالات دي، ونشوف انسب حاجة للسلايد دي تظهر بيها. يعني مثلا انا ممكن نجرب مع بعض الزوم، ونيجي نعمل بريفيو from this slide، يعني عشان بس السلايد دي هي اللي تتعرض معايا. دي الحركة اللي ظهرت بيها، ده الترانزيشن اللي انا اخترته اللي هو الزوم، ان هو بيجي من بعيد ويقرب. دي حركة اللي هي حركة الترانزيشن. نبتدي نجرب باقي الحركات ونشوف انسب حركة مناسبة للسلايد دي. طب انا دلوقتي واقفه بقالي اكتر من 3 ثواني والسلايد دي ما اتنقلتش للسلايد اللي بعدها. ليه؟ قال لي طالما انت حاطه حاجه تفاعليه داخل السلايد دي، هو مش هيعتبر الوقت، هو هيعتبر ان لازم ان يحصل تفاعل مع السلايد دي عشان ينتقل للحاجه اللي هو عايزها. يعني ايه؟ يعني انا حاطه له باتون، الباتون ده المفروض ان هو يضغط عليه علشان يروح للحاجه اللي هو عايزها، فكده انا مش هعتبر الوقت.
امال امتى يكون يعتبر مدة المدة الزمنية بتاعت السلايد؟ يعتبرها لو السلايد فاضية تماما من اي حاجة تفاعلية، بس مجرد ان انا كاتبه تكست عادي، مجرد ان انا حاطه شيب عادي مش محولاه لباتون، مجرد ان انا حاطه ايمج، يعني حاجات بسيطه ما تنقلنيش لحاجه تانية. هقفل البروجكت بتاعي. دي كده التابل تايمنج الخاص بالسلايد. هقف على اي اوبجكت ونشوف تابل تايمنج بالنسبه للاوبجكت دوت هيكون فيه ايه. زي ما اتفقنا ان هو مقسم لثلاث حاجات: التايمنج اللي هو التوقيت، زائد الافكت التأثيرات، والترانزيشن الانتقالات. اول حاجة بيقول لي في التايمنج، بيقول لي هنا display for يعني العرض بتاعه هيكون يعني من خلال ايه؟ من خلال specific time، ولا من خلال rest of slide، ولا من خلال rest of project. طب ايه الفرق ما بينهم؟ قال لي specific time يعني انت بتختاري تايم معين، بتختاري وقت معين للاوبجكت دوت يظهر فيه، تختاري وقت معين للاوبجكت دوت ان هو يفضل موجود للمدة دي، يفضل موجود لمدة 3 ثواني. تمام. طب الحاجة التانية اللي هو reset of slide، يعني يفضل موجود لحد المدة بتاعت السلايد ما تخلص، لحد المدة بتاعت السلايد ما تخلص. يعني انا مختارة للسلايد دي، احنا اتفقنا ان في سلايد ان في مدة زمنية للسلايد، وفي مدة زمنية للاوبجكت اللي موجود داخل السلايد. انا اخترت مثلا المدة الزمنية بتاعت السلايد 5 ثواني. الاوبجكت ده بقى، العنصر ده، التكست ده، عايزاه يظهر، لا مش عايزاه يظهر للاخر، انا عايزاه يظهر لمدة 3 ثواني. فبحط ليه بختار الامر الاولاني اللي هو اسمه ايه؟ specific time. انا عايزه يظهر بس لمدة 3 ثواني، وباقي الثانيتين بتوع السلايد ما يظهرش فيهم. ده لو انا اخترت specific time. طب يعني ايه appear after يعني يظهر بعد مدة قد ايه؟ يظهر بعد مدة قد ايه من ظهور السلايد؟ يعني ايه؟ زي ما احنا بنتفرج مثلا على فيديو على اليوتيوب وبيديني اعلان، وبعد مثلا ما اسمع ثانية او ثانيتين او 3 يروح ظهر لي الايه الباتون بتاع السكيب، ان انا اتخطى الحاجة دي. هو بالظبط كده، زي ما بيقولك السلايد تظهر الاول، وبعد كده بعد مثلا ثانيتين او 3 او 4 على اللي انا هحددها هنا، يظهر مثلا معايا الشيب بتاع الخروج، يظهر معايا مثلا التكست ده، يظهر معايا النص ده. ده معناه الابير افتر، يظهر بعد قد ايه من مدة ظهور السلايد. ببتدي ان انا اختار الايه، وليكن مثلا هنختارها بعد ثانية، يعني السلايد تظهر الاول وبعد كده بعد ثانية يظهر التكست ده. طب يظهر لمدة قد ايه؟ ده اللي بنختاره من ايه؟ من specific time. طب انا لما اضغط على rest of slide بيشيل لي التايم خالص. ليه؟ لانك انت كده بتختاري نفس المدة بتاعت الايه السلايد، يعني من اول يفضل الاوبجكت ده موجود لحد ما السلايد ايه تختفي وتروح للسلايد اللي بعدها. طب reset of project بيقول لي بقى لا، الاوبجكت ده يفضل متثبت معايا في البروجكت ككل، يعني لما اتنقل للسلايد التانية والتالتة والرابعة يفضل موجود معايا. طب place object on top دي لو انا فعلتها هيفضل متثبت معايا ايه في المكان بتاعه. تعالوا كده نعمل preview from slide. في البداية الكلام ده اللي هي كلمة البرمجية دي خدت ثانية لحد ما ظهرت، يبقى السلايد هي اللي ظهرت الأول وبعد كده الايه البرمجية ظهرت معايا. طب أنا مفعلة ايه؟ أنا مفعلة هنا الريست اوف بروجكت. تعالي كده نروح لأي حاجة. السلايد رقم 2 هنلاقي الكلام متثبت معايا، هنروح للسلايد رقم 3 هنلاقي الكلام موجود معايا، الكلام موجود في السلايد رقم 4. ده ليه متثبت وموجود هنا؟ علشان انا مختاراله من تاب التايمنج للاوبجكت دوت ان هو ريست اوف بروجكت، يفضل متثبت معايا في البروجكت ككل. طب علامة الصح اللي قدام place object on top يعني ايه؟ يعني يخليه هو توب في المقدمة
عن اي حاجة تانية. يعني ايه؟ يعني تعالوا كده نشوف هنا البرمجية نفسها هي الكلام نفسه هو اللي طالع على الشيب، الكلام نفسه هو اللي طالع على الشيب. طب تعالي نشيل علامة الصح من قدام الاون توب ونرجع تاني مثلا للسلايد رقم 2، هلاقي الكلام رجع ورا والشيب هو اللي طلع ايه؟ اللي طلع قدام. الكلام رجع ورا والشيب هو اللي طلع ايه؟ قدام. يا رب تكون واضحة وبسيطة. ده بالنسبة للفرق ما بين specific time، لا انا بحط تايم معين للاوبجكت دوت يظهر فيه. لا انا بختار نفس الوقت، يعني دي تفضل ظاهرة معايا لحد ما وقت السلايد نفسه يخلص. انا مختاراه ان هو يفضل متثبت معايا في البروجكت ككل، بقى العنصر ده يفضل متثبت معايا. يعني ممكن عند اي بutton مثلا انا عايزاه يفضل موجود معايا، زي مثلا الخروج، انا هاجي عند الخروج محدداه بالمنظر دوت واطلع عليه تاب التايمنج واختار ان هو rest of project يفضل متثبت معايا في البروجكت ككل. وهنرجع ايه تاني بقى؟ خلصنا كده تاب التايمنج للإفكت، يجي عند الجزء الخاص بالإفكت للتأثيرات. بيقول لي هنا ان انا عندي في الجزء دوت بيزك، لما بختار البيزك بيديني مجموعة اشكال. مجموعة الاشكال دي ببتدي ان انا بس مجرد ما بقف على الشكل بيديني هنا معاينة للإفكت نفسه او الحركة نفسها هتكون شكلها عامل ازاي. بختار الحركة اللي انا محتاجاها، بضغط عليها، وبعد ما بضغط عليها بيتفعل معايا الإفكت ستارت. يعني الإفكت دوت التأثير ده يبدأ امتى؟ يبدأ امتى؟ بعد ثانية ولا ثانيتين من برضو كل الثواني دي بالنسبة للسلايد نفسها، بالنسبة للسلايد نفسها. طب مدة بقى الإفكت ده، مدة الإفكت تاخد وقت قد ايه؟ يبقى يظهر بعد قد ايه؟ ومدة الإفكت نفسه التأثير ده تتعمل مثلا ببطء، لا تتعمل بسرعة، وهكذا. ده بنختار بالنسبة للجزئية دي بعد ما بنختارها. طب هي دي بس الأشكال اللي موجودة عندي؟ قال لي لا، لو ضغطتي على السهم دوت بيديكي مجموعة الأوامر دي تقدري ان انت تضغطي عليها، زي مثلا الامفيسز تديني بعض الأوامر التانية. لما أقف عليها أشوف الإفكت اللي أنا محتاجاه، في سهم صغير هنا ببتدي ان انا اروح لإفكت تاني. طب وليكن مثلا انا هقف على الباتون بتاع الخروج، واجي هنا عندي اصلا افكت خاص بالخروج، افكت خاص بالباتونات الخاصه بالخروج، وابتدي اشوف الافكت المناسب بالنسبه لي. وليكن مثلا اختار اي افكت دلوقتي، اخترت الافكت ده، تظهر معايا بعض الاوامر الخاصه بيه، ابتدي ان انا اشوف هيبدا امتى ومده العرض بتاعته بتكون عامله ازاي. طب الافكت دوت انا مش عاجبني وعايزه ارجع لافكت تاني، بلغيه منين؟ بلغيه منين؟ الجزء ده ما كانش متفعل معايا. طالما اتفعل معايا معناها ان انا اخترت افكت معين من هنا، عايزه الغيه، بروح للباسكت الصغيره دي اللي مكتوب عليها ديليت وابتدي ان انا احذفه. بيأكد عليا ان انا احذفه، هحذفه، بس يرجعني تاني لمجموعة الافكتات. اضغط على السهم الصغير واختار، ونبتدي نجرب الافكت المناسب بالنسبة لنا. طب هنروح بقى للترانزيشن اللي هو الانتقالات. انا عايزة اعمل انتقال معين على الاوبجكت اللي انا محدداه. قال لي هنا الترانزيشن اللي موجود عندي بالنسبة للاوبجكت هو فيد ان وفيد اوت فقط. يعني مش زي لو انا رحت للسلايد نفسها، دي كلها مجموعة انتقالات، في منها في منها دي كلها مجموعة انتقالات ببتدي ان انا اختار اللي يناسبني او نو ترانزيشن، مفيش انتقال. لكن لو رحت للاوبجكت ده اللي موجود عندي فيه الترانزيشن فيد ان وفيد اوت. فيد ان وفيد اوت يعني بعمل له بعمل عليه حركة وهو داخل وهو خارج، مدة الدخول ان ومدة الخروج اوت. طب لا انا عايزه اعمل له ان اونلي فقط، يعني في الدخول بس، ما اعملوش على الخروج، ما اعملش ترانزيشن بالنسبه للخروج. فيد اوت اونلي يعني اعمل ترانزيشن على الخروج فقط. نو ترانزيشن يعني ما اعملش انتقال فقط، ما اعملش انتقال خالص. فيد ان وفيد اوت هسيبها بنفس المده الزمنيه، وتعالوا نعرض الشريحه نفسها ونشوف هتتعرض بشكل عامل ازاي. الشكل ده، تعالوا نضغط على خروج، حصلت لانها نص ثانية. طب ممكن نقدر
يعني نزود شوية، نخليها مثلا 1.5 عشان تبان معايا، و1.5 عشان تبان معايا برضو. نعمل ريفيو. هي هنا تحسي ان هي ما ظهرتش معانا ليه؟ ما ظهرش الترانزيشن على الاوبجكت الخاص بالخروج، علشان انا عامله اصلا ترانزيشن على السلايد كلها، عشان تبان معايا الغي الترانزيشن اللي انا عاملاه للسلايد علشان يبان معايا ترانزيشن الفيد ان والفيد ايه اوت. تمام كده. طب في حاجة تانية، انا لما هضغط على اي افكت نلاحظ ان هو بيظهر معايا مربع صغير مكتوب فيه اف اكس دي معناها ان انا عاملة افكت، عاملة تأثير معين على الاوبجكت ده. يبقى الاف اكس تعني ان في تأثير معين معمول على الاوبجكت ده. عشان الغيه بضغط على الديليت من الجزء ده. تمام كده، احنا خلصنا تاب التايمينج بالنسبة للسلايد، بالنسبة للشريحة، وبالنسبة لأي اوبجكت موجودة عندي على الستيج. هأكد على حاجة، ان احنا نقدر نسمي السلايد ونسمي اي اوبجكت بينزل عندي على مساحة العمل من خلال تاب بروبرتيز. من خلال تاب البروبرتيز او المستطيل عندي نقدر نسمي اي اوبجكت انا واقفة عليه. يعني انا واقفة على الاوبجكت ده ببتدي ان انا اسمي في المستطيل ده، واقف على الاوبجكت ده، وهكذا بيظهر معايا هنا. كمان اقدر اقف على السلايد نفسها واسمي السلايد في الاوبجكت ده، وليكن بما انها عندي الصفحه الرئيسيه ممكن اسميها هوم. واتفقت معاكم بعد ما بكتب الكلمه بضغط على انتر. اول ما كتبت هوم ظهر معايا كلمه هوم جنب رقم ايه؟ رقم 1، معناها ان السلايد الاولى بقى اسمها رقم 1. اتفقت معاكم ان احنا ما ينفعش نسمي في التسميه بالعربي، لازم نسمي انجلش، ومسموح ليا ان انا احط ارقام، والعلامه الوحيده المسموحه ليا هي الاندرسكور. يبقى انا بسمي، ممكن اقدر اسمي بحروف انجلش، بارقام، بالاندرسكور، زائد ان انا وانا بسمي احاول ان انا اسمي نفس الوظيفه. يعني ايه؟ يعني بسمي الاسم يتناسب مع وظيفه الحاجه اللي انا بسميها، عشان بعد كده وانا بشتغل على التايم لاين، على الشريط الزمني، ما كنتش متلخبطه هو ده بتاع ايه وده بتاع ايه. لا، انا مسميه كل حاجه باسمها. ده بتاع مثلا المديولات، ده بتاع الهوم الصفحه الرئيسيه ده، وهكذا. ونخلي بالنا ان انا طالما سميت السلايد الاولى هوم، لما اجي اعمل جامب تو سلايد هلاقي كلمه سلايد 1 اتشالت واتحط بدلها الهوم. ده كده بالنسبه للتسميه وبالنسبه لتابل تايمينج. تعالوا نفهم بقى الشريط الزمني مع بعض اللي هو التايم لاين ظاهر فيه ايه؟ ظاهر فيه السلايد اللي انا واقفه عليها اللي هي السلايد رقم 1. ظاهر ان المدة بتاعتها الزمنية 3 ثواني لان انا ما غيرتهاش، وظاهر معايا كل الاوبجكت اللي محطوطة على ايه؟ المحطوطة في السلايد رقم 1. مجرد ما بضغط عليه انا ما اعرفش يعني ايه سمارت شيب 1. اول ما ضغطت عليه ظهر معايا ان ده المستطيل الكبير الموجود عليه الاسم والصورة. ايمج 1 دي يقصد بيها صورة الفيجوال بيزك. يبقى انا نحاول نسمي تسميات تتناسب مع وظيفة الحاجة دي عشان تسهل عليا في الايه؟ في التايم لاين. التايم لاين ده يفيدني في ايه؟ يفيدني في ان هو يعرفني ان تعالوا بس نقف كده على اي اوبجكت وليكن الاعداد والاشراف ونرجع لتابل تايمينج. افتر ابير افتر زيرو. الزيرو دي معناها ايه؟ الزيرو دي معناها ان هو هيظهر مع ظهور السلايد. يعني اول ما السلايد تظهر الاوبجكت دوت يظهر على طول طالما زيرو. طب لا، انا مثلا خليتها 1 يبقى بعد ثانية من ظهور السلايد، بعد ثانيتين من ظهور السلايد، وهكذا. طب انا دلوقتي كلهم بادئين عندي من زيرو ما عدا ايه؟ ما عدا التكست كابشن اللي هو بتاع البرمجيه اللي انا كنت لسه مغيراه من شويه، وبدل الزيرو كنت عاملاها ايه؟ كنت عاملاها 1 تظهر بعد ثانيه، فهو تلقائي راح مرحلها. طب انا لو هنا بدل الثانيه دي رحت كتبت ثانيتين وضغطت انتر،
تلقائي راح هو مرحلها لايه، لثانيتين. يعني اي حاجه انا بعملها هنا في التايم لاين بتسمى عندي في تاب التايمنج، اي حاجه انا بعملها في التايمنج بتسمى معايا في تاب الايه، في تاب في التايم لاين الشريط الزمني. تلقائي ان اي حاجه انا بزودها بتروح مزوده معايا السلايد، حتى لو السلايد المده الزمنيه بتاعت السلايد انا عاملاها 3 ثواني، بس انا اصلا في اوبجكت معين انا مزوده عن ال3 ثواني، فبيروح هو تلقائي مزود المده الزمنيه بتاعت السلايد عشان تتناسب مع الاوبجكت اللي محطوط عليها. اتمنى تكون الفكره دي واضحه. طب احنا هنوظفها ازاي بقى في البروجكت بتاعي؟ نحاول ان احنا نوظفها، نحاول نوظفها صح، لان اي لعب في التايمنج دوت او في التايم لاين في الشريط الزمني هتحسي ان في حاجه غلط، ان في حاجه في السلايد بتظهر بعد كده الباتون بتاعتي بتظهر، لا الكلمه بتختفي. فنحاول واحنا نستخدمها بدقه. يعني انا لو في حاجه عايز اخليها تظهر متاخر شويه اعمل الايه الافتر ابير. لا حاجه عايز ان انا اثبتها يبقى بختار ريست اوف بروجكت. يبقى احاول على قد ما اقدر ان انا اوظف الكلام ده صح، معرفتش ان انا اوظفه يبقى بسيب الحاجات زي ما هي، عشان اي لعب في التايم لاين في الشريط الزمني هيكون. طب هل بس ان انا اقدر ان انا اغير المده الزمنيه؟ قال لي لا، انت ممكن تسحبي، يعني ممكن اقف على الحاجه اللي انا عايزاها وابتدي ان انا اسحبها ارحلها شويه، ممكن انها تظهر بعد ثانيه بالشكل ده، بالشكل اللي انا عايزاه. ممكن ان انا ابتدي ان انا اطول المده بتاعتها لحد الاخر. ده كله من خلال التايم لاين. يسمع معايا على طول ان الشيب اللي انا واقف عليه اللي هو التعليمات، التايمنج عنده زاد لحد 9/10. هيظهر بعد 9/10 ثانيه من ظهور من ظهور السلايد. طب الحاجات اللي انا عملتها دي كلها كنت بجرب وعايزه ارجع للوضع اللي انا كنت فيه، بضغط على كنترول مع حرف الزد بترجعني خطوه، رجعت اهي. كنترول مع حرف الزد ترجعني خطوه كمان. كنترول مع حرف الزد بيعمل لي عمليه تراجع عن الخطوات اللي انا كنت بعملها. طب احنا برضو هنرجع كل حاجه زي ما هي، انا مش عايزه حاجه تظهر بشكل بشكل متاخر. ده كده بالنسبه لي تاب التايمنج وبالنسبه لي التايم لاين. طب التايم لاين انا عايزه انزله تاني عشان انا مش محتاجاه دلوقتي، يبقى دبل كليك على كلمه التايم لاين، دبل كليك على التايم لاين. عايزه اظهره يبقى كليكايه على التايم لاين. طب لا انا عايزه اشيله خالص، يعني مش عايزاه حتى تكون كلمه التايم لاين دي ظاهره تحت. بضغط على ويندو وابتدي ان انا اشيل ببتدي ان انا اضغط على التايم لاين. ده كده بيظهر معايا. ويندو كمان واضغط على التايم لاين بيتشال من عندي تحت تماما. عايزه ارجعه تاني من قائمه ويندو، واتفقت ان قائمه ويندو هي المسؤوله عن ظهور واختفاء بعض البانلز او بعض الحاجات الاساسيه عندي في الشاشه. انا عندي هنا الفيلم ستريب طالما متنشط يبقى ده الجزء بتاع الشرائح. اللايبراري ده المكتبه بتاعتي. تعالوا كده نضغط على المكتبه ونشوف بيبقى فيها ايه. قال لي ان المكتبه بتاعتك بتحتفظ لك باي حاجه انت بتحطيها داخل البروجكت بتاعك. يعني انا حاطه دي مجموعه الايمج، دي مجموعه الصور اللي انا منزلاها، زائد ده الفيديو اللي انا كنت منزلاه عندي في البروجكت. انا لحد دلوقتي لسه ما ضفتش فيديو فمش حاطط لي حاجه. يبقى المكتبه دي بتحفظ لي اي حاجه انا ببتدي ان انا احطها. دي مجموعه الحاجات اللي انا كنت حاطاها في البروجكت بتاعي، وده الفيديو اللي تم اللي تم اضافته. تمام. نرجع تاني للجزء الخاص بالبروبرتيز. نبتدي بقى ناخد الاوبجكت، مجموعه العناصر اللي انا اقدر ان انا اضيفها للبروجكت بتاعي. ايه بقى مجموعه الاوبجكت دي؟ قال لي هنا في حاجه اسمها الهايلايت بوكس، عباره عن هايلايت. عارفين الماركر اللي هي الوان التلوين بتاعتنا لما باجي اعمل هايلايت على اي كلمه مثلا عايزه اظهرها، بعمل اظهار لاي جزء مهم بالنسبه لي عايزه اوضحه لحد. ده ممكن ان انا اقدر ان انا استخدم الهايلايت في الجزئيه دي. عندي الماوس
عندي الزوم اريا، يعني منطقة معينة انا ببتدي ان انا اعمل عليها زوم، ابتدي ان انا اكبرها. رول اوفر كابشن، يعني الماوس لما يمر على جزء معين يظهر عندي رسالة توضيحية زي اللي انا بعمله دلوقتي. يعني شفتي الماوس لما جه عند رول اوفر كابشن ظهر الاختصار بتاعه، قال لي شيفت زائد كنترول مع ار، ده اسمه رول اوفر كابشن طالما بيظهر معايا نص. طب رول اوفر ايمج، لا، لما اجي اعمل الماوس يمر على اي جزء يظهر معايا صورة، بدل النص اللي ظاهر ده يظهر صورة. طب رول اوفر سلايدلت معناها ايه؟ معناها ان انا بفعل لك تاب الاكشن. تقدري بقى ان لما الماوس يعدي على اي جزء انت عايزاه تربطيه بحدث معين، يعني يظهر لي قائمة الأحداث وابتدي ان انا اختار اي حدث انا محتاجاه اربط الجزئية دي بيه. لما الماوس بس يعدي على الجزء ده ويضغط عليه يبتدي ينفذ الحدث اللي انا عايزاه، زائد الويب، وهنفهم الكلام ده كله مع بعض دلوقتي. طب انا هبتدي ان انا اضيف سلايد جديدة فاضية وابتدي اطبق الاجزاء دي فيها. طب انتوا بقى هتعملوا ايه؟ المفروض ان انتوا هتفهموا فكرة الحاجات كلها اللي انا هشرحها دي وتبتدوا توظفوها داخل المقرر بتاعكم. داخل المقرر بتاعكم نشوف مثلا الكلام، في كلام معين انا عايزه اعمل عليه هايلايت، لا في جزئيه معينه انا عايزه اعمل لها زوم، اعمل لها تكبير. انا في حاجه بشرحها وعايزه اعمل عليها رول اوفر كابشن، عايزه اعمل عليها كلام توضيحي، لا انا عايزه احط صوره توضيحيه. نبتدي نوظف الكلام ده داخل الايه المقرر بتاعنا. يعني ما لاقيش سلايد لوحدها ومطبق فيها الحاجات دي، طبقوها ورايا بس عشان تفهموا الوظيفة، لكن نبتدي نوظف الحاجات دي داخل البرمجية بتاعتنا داخل المقرر بتاعنا. تمام كده؟ هبتدي ان انا اضيف سلايد فاضية خالص في اخر السلايدات، هقف على السلايد رقم 22 ومن السلايد اختار بلانك سلايد عشان تديني سلايد فارغة تماما. طب علشان يعني دي مجموعة، دي الفكرة اللي انا فكرت فيها في ان انا اوظف مجموعة الحاجات دي عشان تبقى سهلة في الشرح. لكن هل دي بس الطريقة الوحيدة اللي اقدر اطبق فيها مجموعة الاوامر دي؟ لا، يفضل ان كل واحد يفكر في طريقة ازاي يوظف فيها العناصر دي بشكل مختلف. هبتدي ان انا اضيف صورة، نبتدي نضيف صورة مع بعض ونطبق عليها مجموعة العناصر دي. من ميديا نضغط على image ونشوف مكان. دي صورة الواجهة الرئيسية بتاع البرنامج الفيجوال بيزك. المفروض ان انا دلوقتي بشرحها للطلبة وعايزة اعمل لهم هايلايت على حاجة معينة. هي طبعا الصورة عندي طالما انا بكبرها بالشكل ده هتبكسل معايا جامد، بس نفهم الفكرة بتاعت الايه، نفهم اللي احنا بنشرحه. طب زي اللي انا عاملاه بالظبط كده، يعني في كده في هايلايت اصفر موجود على الشريط اللي فوق، في هايلايت موجود مثلا على كلمة فورم 1، في هايلايت موجود على البروبرتيز. طب الهايلايت ده انا عاملاه منين؟ انا كنت مصورة واخدة الصورة دي سكرينة عن طريق برنامج السناجت، وعن طريق السناجت اديتور اللي هي المحرر نفسه بتاع برنامج السناجت كان مديني حاجة اسمها الهايلايت، فانا كنت عامله الهايلايت ده من خلال برنامج السناجت وحافظه الصوره بهذا الشكل. فانتوا اي صوره عندكم صوره عاديه تخص طبعا المقرر اللي انتوا شغالين عليه، عايزين نعمل هايلايت من خلال بقى برنامج الايه الادوب كابتيفيت، نعمل ايه؟ بنضغط على الهايلايت بوكس، بتديني الايه المربع ده، بتقولك حطيه على الحاجه اللي انت عايز تعملي عليها هايلايت. زي مثلا انا عندي ده التول بوكس، عايزه احدد له اقول له مثلا دي الاداه الليبل، في عندي كده اداه اسمها اداه الليبل، عايزه اعمل له عليها هايلايت عشان يعرف مكانها فين. ببتدي ان انا احطه على المكان اللي انا عايزاه وابتدي اديله لون بقى، اديله تاثيرات. شفتوا انا ضغطت دلوقتي على الهايلايت بوكس ظاهر معايا ده تاب الايه البروبرتيز الخاص بيه، ده المسمى بتاعه، ده الستيت فيو ان انا اقدر ان انا ادخل جوه الهايلايت بوكس. الحاجات دي احنا خدناها. بيقول لي هنا ظاهر معايا تابين، تاب الستايل وتاب الاوبشن.
تاب الستايل بيقول لي شوفي التعبئه اللي انت عايزه تعبي بيها، ايه اللون اللي انت عايزاه يظهر الهايلايت بيه. مش شرط لون اصفر، يعني بتختاري اللون اللي انت محتاجاه، وليكن مثلا انا هختار اللون ده، ان هي انا بعمل له هايلايت على جزء معين. طب الاوبسيتي بقى، الشفافيه بتاعته، الشفافيه بتاعته زيرو، يعني مفيش شفافيه خالص. زيرو يعني مفيش شفافيه خالص. طب 100% يبقى اللون واضح معايا، ويعني ايه مخبي اصلا الجزء اللي تحت. فابتدي ان انا اختار الشفافيه المناسبه للون ده عشان تظهر له ان ده الايه الهايلايت بتاعي، انا بعمل هايلايت على الجزء ده. طب الستروك، طبعا احنا متفقين ان ده الاطار بتاع الايه المربع ده او الهايلايت ده. طب انا مش عايزه اطار خالص، مش عايزه اطار خالص، يبقى ممكن اعملها زيرو. زيرو يبقى بدون اطار. ده اللي ظاهر معايا بس في تيبل ستايل، ان انا اقدر ان انا احدد التعبئه بتاعتي او الستروك. طب عندي لو انا ضغطت على تاب الاوبشن، في حاجه مهمه جدا في تاب الاوبشن، بيقول لي ايه؟ بيقول لي لوك سايز اند بوزيشن، يعني انك بتقفلي الحجم وبتقفلي المكان. يعني تعالوا كده، انا دلوقتي عندي ضغطت كليك هنا، حركت الجزء ده غصب عني، وهرجع كنترول مع حرف الزد. وقفت هنا ضغطت مثلا حركته غصب عني، كنترول مع حرف الزد عشان يرجع تاني. بيقول لي بقى عندك حاجه حلوه جدا في تاب الاوبشن موجود اسمها لوك سايز، يعني اول ما بفعلها انت كده حتى تحط عليها علامه مفتاح، علامه قفل. علامه القفل دي معناها ايه؟ معناها ان انت ما تقدريش تكبري الحجم. لوك سايز، قفلك السايز، يعني وقفتي عليه هتحاولي تكبريه، مفيش، الابعاد اللي هي بتظهر معايا دي اختفت، لانك ما تقدريش انك انت تكبريه. زائد البوزيشن نفسها ما تقدريش تحركيه من مكانه توديه مكان تاني، مش راضي. يبقى انا قفلته علشان ايه؟ عشان لما اجي مثلا اسحب الصوره دي ما يحصليش فيها مشكله. كنترول مع حرف الزد. وممكن اقفل الصوره دي نفسها عشان انا هحط حاجات كتيره دلوقتي. يبقى انا محدده الصوره بتاعتي من تاب الاوبشن، هضغط على لوك سايز بقفلها. جيت بقى ان انا احرك اي حاجه مش هتتحرك معايا، ليه؟ لانها لوك، مقفوله وما اتعمل عليها علامه القفل. بعد كده يعني بعد ما اخلص الشغل بتاعي ابتدي ان انا اشيل علامه الصح منها، تظهر معايا الابعاد بتاعتها، اقدر ان انا اكبر او اصغر زي ما انا زي ما انا عايزه. فانا هقفلها دلوقتي عشان ما عشان ما تلخدنيش. طب في حاجه مهمه جدا برضو، انا دلوقتي واقفه على الصوره. نرجع لتابل ستايل. تابل ستايل بيقول لي ايه؟ بيقول لي edit image. edit image يعني ان انا اقدر ان انا اعمل edit على الصوره دي. الشاشه دي شبيهه قريبه جدا من برنامج الفوتوشوب. بعض التأثيرات اللي أنا كنت بعملها على الصورة داخل الفوتوشوب، بعض التأثيرات موجودة هنا، بس طبعا فوتوشوب أوسع بكتير لأنه طبعا متخصص في الصور. طب نبتدي نشوف الأوامر دي معناها إيه. أنا خلاص حطيت صورة بتاعتي، وممكن أعدل على أي صورة داخل البرنامج من خلال القائمة اللي هي الخاصة بالإيديت إيمج من التاب الستايل. البرايتنس بيقول لي دي خاصة بالإضاءة. نبتدي كده نجرب، نروح شمال نشوف ايه اللي هيحصل. بتحصل ان الصورة بتبقى غامقة. طب لو رحنا يمين بتبتدي ان هي تبقى فاتحة معايا جدا. ابتدي ان انا اشوف المؤشر ده لما يقف فين تبقى الصورة بتاعتي مظبوطة. ساعات انا اصلا بجيب صور، ممكن صورة تنزل عندي الاضاءة بتاعتها غامقة، ابتدي ان انا افتحها من من الجزء الخاص بالبريتنس. انا هبتدي ان انا اشرحهم سريعا، ونبتدي ان احنا نجرب الحاجات دي لحد ما نوصل للشكل المناسب للصورة بتاعتنا. sharpness تعني الحدة. يعني ايه؟ يعني مثلا لما ابتدي ان انا يعني امشي شوية بقى الرقم، حتى الرقم اللي قدامي بيتغير في البوكس ده بيتغير. معناها الحدة ايه؟ يعني انا بظهر تفاصيل الصورة، بظهر تفاصيل الصورة. يعني خلينا كده نشوف الصورة اصلا اللي انا منزلاها دي صورة باهتة شوية. فانا لما اخترت الشاربنس بتاعتها يعني مثلا 9، لا ابتدى نفس والكلام نفسه يظهر. ابتدت الكلام نفسه يظهر. كل ما بزود الشاربنس كل ما الحده بتاعه الكلام بتظهر. نختار الرقم المناسب او النسبه المناسبه بالنسبه لنا. الكونتراست يعني التضاد. كونتراست يعني تضاد. تعالوا نجربها كده ونشوف ايه اللي بيحصل.
تضاد برضو بتبتدي انها تغير لي هي في الايه في الصورة. نختار الايه النسبة المناسبة بالنسبة لنا. طب الفا يعني ايه بقى؟ الفا خاصة بالظهور، خاصة بالظهور. الظهور هنا بالنسبة للصورة دي 100%، يعني الصورة دي ظاهرة 100%. طب لو انا ابتديت ان انا اقلل ووصلت مثلا ل58%، معناها ان انا بقلل ظهور الصورة دي. ونخلي بالنا الالفا غير الاوبسيتي، الالفا خاصة بالظهور، يعني 100% في الالفا تبقى ظاهرة، 100% في الاوبسيتي في الشفافية، لو عملت الشفافية 100% ما تخليهاش ظاهرة. الزيرو في الالفا، الزيرو في الالفا اختفت تماما ما بقتش ظاهرة. الزيرو في الاوبسيتي معناها ان مفيش شفافية اصلا، ان مفيش شفافية اصلا. تمام. طب الهو دي معناها ايه؟ دي معناها التشبع، دي معناها التشبع. دي بتبتدي انها تغير لي الايه الدرجات اللونية بتاعتي. يعني ممكن ان انا صورة معينة انا منزلاها ممكن ان انا ابتدي ان انا اغير في اللون بتاعها. طب الساتوريشن، الساتوريشن دي معناها هي التشبع، اما الهو دي معناها التعدد في الالوان، يعني معناها ان انا عندي درجات لونيه كتير، ابتدي بالمؤشر ده اختار الدرجه اللونيه اللي انا عايزاها. ساتوريشن دي معناها التشبع، نبتدي برضو نشوف الايه الدرجه اللونيه اللي انا عايزه ايه اوصل لها. هنا جراي سكيل دي ما هتخلي الصوره رمادي، يعني ايا كان الصوره اللي انت منزلاها هتخليها ايه رمادي. انفيرت كولر دي بتخليها سودة بالشكل ده زي ما احنا شايفين. طب في هنا الفليب والروتيشن، في هنا الفليب والروتيشن. في حاجة اسمها الفليب دي معناها بقلب الصورة، بقلب الصورة زي ما احنا شايفين المثلثين واقفين بالشكل ده، فانا بقلبها يمين وشمال. نخلي بالنا كده من الصورة لما اضغط عليها الجزء اللي كان هنا، الجزء اللي كان في الجزء الايمن اتنقل في الجزء الايسر، والجزء الايسر اتنقل للجزء الايمن. ده معناها ان انا قلبت مكونات الصورة من جوه لليمين او للشمال. طب هضغط عليها تاني وارجعها تاني. طب هنا معناها ان انا بقلب الصورة لفوق وتحت. يعني ايه؟ يعني بقلبها فيرتيكال، بقلبها فيرتيكال. هنا بقلبها فيرتيكال، هنا انا بقلبها هوريزونتال. طب بقلبها فيرتيكال يعني الجزء اللي فوق بينزل تحت والجزء اللي تحت بيطلع فوق. ده في بعض الصور بنبقى محتاجين فعلا ان احنا نعمل عليها فليب. طب هنا الروتيشن لا، ده خاص بالدوران بتاع الصورة، يعني باخد الصورة كلها بدورها يمين او شمال او يمين او شمال او فوق او تحت. ده كده ده انا بقلب بدور الصورة كلها. لكن الفليب ده كان ايه؟ بقلب مكونات الصورة من جوه. تعالوا نعمل الدوران كده. هو قلبها بزاوية 90. كمان مرة بقلبها بالزاوية دي، بقلبها بالزاوية دي، وهكذا بالنسبة لي الروتيت، ان انا بقلبها روتيت ليفت او روتيت رايت. هنا عندي جزء خاص بالكروب، القص بتاع الصورة. لو انا عايزة اقص جزء من الصورة، انا مثلا هبتدي ان انا اصغر الابعاد دي، انا عايزة بس الجزء ده، مش محتاجة الصورة كلها. انا نزلت صورة وعايزة اعمل عليها كروب، بمجرد ما بتضغطي على انتر بيبتدي يقص الجزء ده. لا سوري، احنا ضغطنا على انتر، هو حفظ لي حفظ لي الكروب بتاعي، حفظ لي الكروب بتاعي وعمل لي سيف. هرجع تاني للايديت للايديت ايمج. يعني مجرد ان انا ضغطت على كروب، مجرد ان انا ضغطت على كروب وقصيت الجزء اللي انا عايزاه وضغطت على انتر، يعني سمع معايا سمع معايا ان هو يعمل لي اوكي. طب هنرجع بس نضغط على كنسل ونيجي هنا نعمل كنترول مع حرف الزد عشان يرجع لي الصورة بوضعها الاساسي، ونضغط على اديت. طب انا هنا غيرت في شوية التعديلات دي، عملت شوية تعديلات على الصورة وما عجبتنيش، عايزة ارجع للوضع الاساسي اللي انا كنت فيه. اعمل ايه؟ اعمل ريسيت اول. ريسيت اول يعني رجع لي الصورة زي ما كانت، عايزة الصورة بتاعتي زي ما كانت. هنا الزوم دوت خاص بايه؟ خاص بالزوم الرؤية بتاعتي انا داخل هنا، داخل
داخل الصفحة دي، لكن مش الزوم بره بالنسبة للصورة. يعني انا لو كبرت هنا الصورة موجودة بالوضع الافتراضي او الحجم الافتراضي بتاعها بره. تمام، انا مش محتاجة ان انا اعمل اي حاجة هنا غير بس الشاربنس. ممكن نديها الحدة عشان الصورة نفسها باهتة شوية بالشكل ده، وابتدي ان انا اعمل عليها ايه، اعمل عليها اوكي. ده لو انا عايزه اعمل على الصوره اديت، اعمل على اي صوره انا بجيبها بعمل عليها اديت من تابل ايه الستايل. طب ايه الصوره دي؟ الصوره دي نازله عندي باسم 2. لما بضغط عليها هنا بيجيب لي كل الصور اللي موجوده عندي فين، اللي موجوده عندي في اللايبراري، اللي موجوده عندي في المكتبه. دي مجموعه الصور اللي انا منزلاها داخل ايه، داخل البروجكت ده. بيقول لي ممكن تغيري الصورة دي بأي صورة عندك من اللايبراري، أو إنك تعملي امبورت وتروحي تجيبي صورة تانية. ده لو انتي بعد ما حطيتي الصورة دي مش محتاجاها، تروحي لتاب الستايل، ممكن تضغطي على اسم الصورة نفسها وتبتدي تختاري صورة من داخل اللايبراري، أو تختاري صورة امبورت من جوه الجهاز بتاعك. تمام، وده الجزء الخاص بالايه الشادو والريفلكشن، وده احنا شرحناه قبل كده. يبقى احنا كده خلصنا الجزء الخاص بالزوم. سوري، الجزء الخاص بالهايلايت بوكس. تعالوا نشرح الزوم ونخلي الماوس في الاخر. الزوم اريا معناها ان انت اول ما بتضغطي عليها بيظهر لك الحاجتين دول، البوكسين دول. في هنا بيقول لك زوم ديستنيشن يعني المكان، والزوم سورس. الزوم سورس حطيها على الجزء اللي انت عايزه تكبريه. تاني، حطيها على الجزء اللي انت عايزه تكبريه. انا مثلا جيت عند مجموعه الادوات دي، وعايزه اعمل لها تكبير، او مثلا في ادوات صغيره هنا وعايزه اعمل لها تكبير. شوفوا، نخلي بالنا ان الزوم سورس بيتحط على الجزء اللي انا عايزه اكبره. الزوم ديستنيشن هي اللي بتبتدي تكبر لي الجزء ده، هو تلقائي بمجرد انا حطيته هنا هو سمع معايا هنا. هقف بقى على الزوم ديستنيشن وابتدي ان انا اكبرها بالحجم اللي انا عايزاه. يعني مثلا عايزه الصوره تظهر معايا بالشكل ده. طبعا انا منزله صوره مبكسله، لكن لو صوره نازله الريزوليوشن بتاعها قوي، طول ما انت بتكبريها طول ما ما بتبكسلش معاكي بالشكل ده. فنحاول على قد ما نقدر الصور اللي احنا ننزلها تكون الريزوليوشن بتاعتها كويسه عشان ما تعملش معايا وتبكسل بالشكل ده. يبقى الفكره بتاعه الزوم اريا انك تعالي على اي منطقه انت عايزاها تبقى زوم معاكي تكبريها، خلي البوكس بتاع الزوم سورس عليها وهو بيبتدي يكبرها لك داخل الزوم ديستنيشن. طب تعالي نضغط على الزوم سورس ونشوف ايه البروبرتيز اللي ظهرت معاه. البروبرتيز اللي ظاهره معاه الفل، التعبئه، بس التعبئه بتاعه الجزء ده ان هو ده الجزء بس اللي هيكبر. نبتدي نختار اللون بتاع اللي احنا محتاجينه، والاوبيسيتي بتاعتها تكون، الشفافيه بتاعتها تكون عامله ايه، تكون عامله ازاي. والستروك برضو نفس الكلام اللي احنا قلناه في الايه في الهايلايت. تعالوا نعمل بريفيو كده للفروم ذيس سلايد. هتظهر معايا بالايه بالشكل ده. ده الهايلايت بوكس بتاعي اللي انا عملت عليه هايلايت على الجزء ده، وده الزوم اريا، المنطقة اللي انا كبرتها بتظهر معايا برضو بالشكل ده. تعالوا ناخد اوبجكت تاني خاص ب رولوفر كابشن. يعني ايه رولوفر كابشن؟ زي ما قلت ان انا بمجرد بس ما الماوس بتاعي هيمر على الجزء المعين اللي انا هختاره هيبتدي ان هو يظهر لي الايه الكابشن ده. مثلا انا هاجي اقف على هنا، نزل لي برضو بوكسين. البوكس الاولاني خاص برولوفر اريا، يعني هحطه على المنطقة اللي الماوس بس لما يمر عليها يظهر معايا الايه التكست ده. هبتدي ان انا احطه على المنطقة دي، كبره بالشكل ده عشان لما الماوس بس يمر على المنطقة دي يقول له ان ده الجزء الخاص بالايه البروبرتيز، الخصائص. فابتدي ان انا ادخل اغير النص ده، دبل كليك عليه وابتدي اكتب مثلا مربع الخصائص.
وابتدي اقف على النص ده، ومن التاب الخاص بالستايل ابتدي ان انا اغير اثر على الكلام دوت زي ما خدنا السكاشن اللي فاتت. ابتدي بس ان انا اغير اللون عشان يظهر معايا. ده لما اعمل رولوفر على المنطقة دي كلها يبتدي يظهر معايا كلمة ايه؟ مربع الخصائص. تعالوا نعمل مع بعض رولوفر ايمج، نفس الفكرة بالظبط، نفس الفكرة، بس بيقول لي اختاري بقى الصورة. اختاري الصورة اللي انت لما تعملي رولوفر عليها تظهر. ممكن يعني كفكرة مثلا زي الخريطة الصماء بتاعتي، الخريطة في خريطة صماء، وابتدي ان انا احط مثلا عليها مجموعة ارقام 1 2 3، وابتدي لما هو يقف على رقم 1 تظهر له مثلا ان رقم 1 دي شبه جزيرة سيناء، تظهر له صورة بتوضح له ان دي مثلا جزيرة شبه سيناء. طب هنا مثلا برضو ابتدي ان انا احط مجموعة ارقام، يعني بوضح له الشاشة الرئيسية دي مكونة من ايه. رقم 1 مكونة مثلا من شريط القوائم، رقم 2 من الفورم، رقم 3 من سوليوشن اكسبلورر، رقم 4 مثلا من التول بوكس، وهكذا. وابتدي ان انا لما يجي عند رقم 4 تظهر له صورة معينة تقول له ان ده شكل الفورم. دي كلها مجموعة افكار اقدر ان انا اوظف فيها العناصر دي. تعالوا نعمل رولوفر ايمج، نختار الصورة المناسبة، وليكن مثلا نختار الصورة دي. هيروح منزلها لي على طول في بوكسين برضو. شوفوا وانا بسحب اتحدد معايا كل ده، فعشان احل المشكلة دي كلها ببتدي اقف على الجزء ده، الجزء دوت، وابتدي اروح لتاب الاوبشن واعمل له لوك، اقفله، عشان وانا بسحب اقدر ان انا اسحب الحاجات اللي انا عايزاها. ده المنطقة اللي هتتحط عليها الاريا، دي الجزء الخاص، دي الصورة، ودي الرولوفر اريا، ان انا احطها على الجزء ده. ده لما المفروض ان هو يعمل عليه بس رولوفر على الجزء ده يظهر معاه الصورة بالشكل ده. طب هناخد عشان لما نيجي نعمل بريفيو نعرضهم كلهم. رولوفر سلايدلت ده برضه هتنزل معايا بالشكل ده بوكسين. البوكس الاولاني خاص بالمنطقة اللي انا هحط فيها الجزء الخاص برولوفر، مثلا هحطه على الجزء ده رولوفر سلايدلت اريا، وده الجزء الخاص بالرولوفر. هنبتدي هنا لما اضغط بس على رولوفر سليت اريا هنلاقي ان هو ضاف لي تاب جديد اسمه الايه، التاب بتاع الاكشن، تاب بتاع الاكشن. تعالي نضغط على رولوفر اريا دي، هنلاقي تاب ستايل واوبشن فقط. رولوفر اريا الخاص بالايمج ستايل واوبشن فقط. ليه؟ لان ده بيظهر لي نص، ده بيظهر لي صورة لما بعمل رولوفر بس. ده بقى لما اعمل رولوفر بيظهر لي ايه، اعمل حدث معين، اكشن معين. بيقول لي هنا اون كليك، لما تضغطي على الجزء اللي عليه الرولوفر ده، ايه الحدث اللي انت عايزه تعمليه هنا. ممكن اقول له برضو اي حدث من دول، عايزاه مثلا ينتقل لجزء معين، لا يشغل فيديو، يظهر شو يظهر لي جزئيه معينه، لا يعمل لي هايد انيبل ديسيبل، اشوف الاكشن المعين اللي انا عايزه اعمله لما اضغط كليك. طب لما اون رول اوفر، لما تعملي بس ان الماوس يمر على الجزء ده، ايه اللي يظهر معايا؟ ابتدي برضو اختار الاكشن المعين اللي انا عايزاه يظهر. ده بالنسبه لي سلايدلت. تعالي نعمل كده بريفيو بروجكت ونبتدي نشوف الايه الثلاث حاجات اللي احنا ضفناهم دول هيبقى شكلهم عامل ازاي. رول اوفر كابشن نص، رول اوفر ايمج صوره، رول اوفر سلايدلت خاص بالاكشن، خاص بحدث معين. نبتدي نروح طبعا التايم لاين متشال من عندي، فانا هروح لاخر سلايد خالص بالظبط كده. لما اجي هنا ده يظهر معايا مربع الخصائص، لما اجي اقف هنا يظهر معايا الصورة، لما اجي اقف هنا المفروض ان انا يظهر معايا الاكشن اللي انا هختاره، الحدث اللي انا هختاره هنا، او لما اضغط كليك يظهر معايا الحدث. شفتي لما ضغطت كليك حصل لي ايه؟ حصل لي الزوم الخاص بالجزء اللي انا كنت مكبراه هنا.